هل الشركات بيكون عندها age preference بالذات لو الديجري مش CS؟ يعني لو مهندس ميكانيكا عنده 33 سنة فرصه معقولة في القبول في بوزيشن جونيور أو entry level software engineer. هو الشركات عامة ما عندهاش يعني بتقول مثلا عايزين نعين حد عنده 20 سنة بس، يعني مش هيخش يلعب في الناشئين. بس هو في كام حاجة تانية لازم تاخد بالك منها. غالبا الانتري ليفل بوزيشنز بتبقى المرتبات بتاعتها قليله يعني نسبيا بالنسبه لبقيه البوزيشنز اللي موجوده. فاللي ممكن يقبله حد عنده حاجه و20 سنه لسه بيقول صباح الخير، ممكن لو حد عنده 33 سنه وعنده حاجه و30 سنه يحس انه قليل قوي بالنسبه له، لان هو دلوقتي في مرحله مختلفه من حياته وعنده مسؤوليات مختلفه وتوقعات مختلفه من الدخل. فده ممكن يبقى ايه discouraging شويه في الاول، بس ده لا يعني ان هو مش هيتحسن بعدين. النقطه الثانيه هي بقى مستوى الانرجي، وده اللي موجود عند الواحد. يعني مش بالضروره بقول ان الاكبر بيبقى الانرجي بتاعته اقل. هو بس الصغيرين اللي لسه عايزين يتعلموا، اللي لسه خارجين من الجامعه، بيبقى ما عندهمش مانع يقعدوا 20 ساعه في الشغل، لان هو غالبا ما وروش حاجه تانية، وده مش حاجه صحيه يعني، بس ده اللي بيحصل. فانت ممكن تلاقي نفسك برضو بالمقارنه معاهم انت شخصيا سيبك، ممكن الشركه ما عندهاش مشكله، بس انت تحس انك انت ايه مش قادر تجاريهم، لان انت عندك التزامات اخرى، عندك حاجات تانية. مش يعني انت في مرحله تانية، مرحله تانية من حياتك، فمش قادر تجاري النوع ده من الانرجي. فبتحتاج تبقى استراتيجيك شويه في ايه في الحاجات اللي بتعملها. محتاج انك انت تختار حط مجهودك فين. لو انت كل ده بالنسبه لك خير ومفيش مشكله، خلاص ما تقلقش يعني، قدم وتوكل على الله. وانسى بقى الموضوع العمر ده ما تحطوش في حساباتك، علشان ما يبقاش هو الخوف جاي منك مش جاي من الشركه. لكن هو ان شاء الله مفيش مشاكل، انت برضو صغير يعني 33 سنه مش راجل كبير يعني. فاللي هو انت يعني صغير لسه شباب ما شاء الله. فيعني لا ان شاء الله المستقبل قدامك، فما تقلقش.